السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا في خير وفي احسن حال. وحشتوني كتير خالص. طبعا شايفين الصورة. يلا بينا. بنحط نص كوباية سكر على النار ومعاها كوباية مية. وهنا نص كوباية مية بتغلي على النار. طبعا عرفتوا احنا هنعمل ايه. مارشميلو الغلابة. يلا بينا. بس قبل كل شيء انا زعلانة منكم خالص على فكرة. بفتح البث مش بلاقي فيه ناس متفاعلة معايا خالص. طب ليه؟ اتمنى ان انتوا تتفاعلوا معايا في البث وفي الفيديوهات ولايكات كتير يا جماعة. هنا حطينا عندي هنا جيلاتين. صراحة والله كان اخر حاجة، يعني كان اخر كم معلقة عندي. فلما جيت اعيرهم لقيتهم 3 معالق صغيرة، يعني هنقول معلقة وحاجة بسيطة كده كبيرة. هم انتي طبعا دفيت شوية مية. هنا خدت معلقة صغيرة عسل جليكوز هحطه على الجيلاتين. طبعا انت لازم تدوبي الجيلاتين في كوبايه لوحديها وكده. بس انا استسهلت اني انا اعمل، بحاول اني انا بصوا استخدم اقل الاطباق او كده، يعني عشان ما ادعكش الدنيا وكده. كده اسهل صراحه. هندوبهم مع بعض بالميه السخنه دي. يعني دفينا مش لدرجه الغليان، دفيناها كده. هندوبهم مع بعض كده لغايه لما يفكوا مع بعض. هنسيبهم شويه صغنطتين. بصوا الطريقه دي عايزه ضرب بالمضرب، ضرب مبرح يعني. مفروض كل شويه كده نهوي المضرب. هنا طبعا اهو الجيلاتين فك خالص. هنسيبهم يعني قلبتهم كده لغايه لما فكوا مع بعض، وبعدين هسيبهم شويه. بالله عليكم اذكروا الله في التعليقات وصلوا على النبي وارفعوا له الفيديوهات باللايكات كتير 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 لايكات بالله عليكم. نفسي قناتي تكبر كده يا احلى متابعين. اي حد بيتابعني يشوف الفيديو للاخر وشوف هنوصل لنتيجة ازاي. طبعا طرق ايه باقل الامكانيات خالص، وطرق بسيطة جدا جدا جدا. هنا عندنا ظرف فانيليا عشان يديها نكهة حلوة، طبعا عشان ريحة الجيلاتين وكده. هنا المية اللي هي دوبتها بالسكر اللي هي الشربات، خليتها لغاية لما غلت. بحط يعني بصوا مقدار صغير صغير كده من المية بسكر، دي مش شربات. بضرب بالمضرب طبعا. بصوا يعني حاولوا تريحوا المضرب انتوا بتضربوا، لان من كتر الضرب ممكن المضرب يبوظ. فحاولي ما بين كل على فترات كده يعني تكفليه وتستني عليه شويه، لان الطريقه دي بصوا بتاخد ضرب جامد 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 جدا بالمضرب. شايفين ازاي بدأ يعمل اللي هو الرغوات، رغوه ويدخل فيها هواء. احنا هنمشي بالطريقة دي كده لغاية لما يبقى عندنا كده لونه زي الكريمة، لونه كله فاتح كده. يلا بينا كده. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعلى فكرة أنا في البث سألتكم سؤال، اقترحت اقتراح، يعني كنت عايزة رأيكم. يا ريت لما يعني إن شاء الله البث اللي جاي تكونوا موجودين معايا عشان ندردش شوية مع بعض، نشوف الاقتراحات وحد عنده اي اقتراح تاني او كده يعني. بصوا ناخد بآراء بعضينا. شايفين انا بحاول مضرب شوية وارجع اضرب تاني، وفي نفس الوقت ايدي بتوجعني يعني. بصوا الكمية دي يعتبر يعني كمية بسيطة، بس هتجيب لك ما شاء الله كمية حلوة. احنا قلنا نص كوباية سكر، كوباية مية، ومعانا نص كوباية برضو بندفيها على النار. وبالظبط بالظبط الجيلاتين اللي جه معايا تقريبا كده يعني هو 3 معالق صغيرة، يعني تقريبا بالمعلقة الكبيرة معلقة وحاجة بسيطة، معلقة وربع. تمام. ومعانا ظرف فانيليا ومعلقة عسل جلوكوز. ما عندكش عسل جلوكوز ممكن تستغني عنه. عادي برضو الطريقة هتطلع حلوة. جربته قبل كده بدون عسل جلوكوز، لا طلع كويس وممتاز. شايفين خلاص بدأ يعني يدي اللون الابيض كده، خلاص واحده واحده كده. مش هتلاقوا ان في سائل، هتلاقوه كده خلاص بدأ يجمد معانا. طبعا ايه من كتر الضرب نضرب ضرب مبرح. طبعا لازم ما تنسوش ان انتوا تهووا المضرب شويه. نقفله ونستنى ننتظر عليه شويه لغايه لما يهدى كده، دقيقه او دقيقتين. وفي نفس الوقت نهوي ايدنا شويه. شايفين انا بهوي المضرب كده. صلوا على النبي يا جماعه.
بالله عليكم اعملوا لي لايكات كتير على الفيديوهات، نفس القناة تترفع كده والفيديوهات بتاعتي تترفع وتتشاف. الله يجبر بخاطركم يا رب. لايكات 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 للفيديوهات. واي حد جديد معايا اهلا وسهلا بك في قناتي، نورتوا قناتي يا رب. واهلا وسهلا بالمشتركين اللي معايا من الاول خالص. ربنا يبارككم يا رب ويجبر خاطركم جميعا يا رب، جبرا يتعجب له اهل السماوات واهل الارض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا هنا شايفين برضو لسه انا بضرب كده على اعلى سرعه. اتمنى ان انتم تشاهدوا الفيديو للاخر يعني. بصوا الاقتراح اللي انا اقترحته في اللهم صل على النبي يا ربي. في البث المباشر اللي هو اول امبارح. ان احنا يعني انزل الفيديوهات صوتيا زي كده، ولا انتوا حابين اني انا انزلها كتابة؟ يعني اني انا اكتب المقادير الكتابة ومثلا يبقى بدون اي صوت، او مع كتابة المقادير انزل مثلا اصوات كده زي صوت بغبغان، صوت طائر كده يعني. فايه رأيكم؟ لو شاهدت الفيديو لغاية هنا اتمنى تقولي لي في التعليق ايه رأيك. شايفين وصلنا لغاية فين؟ ايه رأيكم لغاية هنا؟ بصوا ده مارشميلو الغلابة، حاجة كده بسيطة جدا ومكونات بسيطة جدا. بعد ما عملته خطرت في دماغي فكرة يعني. قلت لو جربنا في فانيليا طالعة جديد. انا سمعت عنها من قريب يعني وجربتها قبل كده مرة واحدة. فانيليا بطعم بريحة البرتقال. بصوا بتبقى ريحة البرتقال فيها نكهة عالية جدا جدا. لو حطينا منها ذرة في دي ممكن هتخلي المارشميلو بتاعنا لونه كده مصفر شوية، وهتبقى فيه ريحة البرتقال. ان شاء الله المرة الجاية هجربه معاكم. بصوا هنا انا جبت طبق بلاستيك، علبة بلاستيك، وجبت كيس عشان بعدين يطلع معايا بكل سهولة. احنا وصلنا للدرجة دي، هو كده تمام. شفتوا الضرب اللي خده؟ هنا معايا حباية زبيب، بس ده اختيار يعني. طبعا بعمل الكيس كده بفرد الكيس تمام، وبدهنه بالفرشة يعني نقطة زيت كده بسيطة عشان يطلع معايا بكل سهولة. بصوا طبعا هنا انا قلبت الزبيب مع بعضه. دي طبعا نقطة اختياري على حسب ما انت تحبيه. عفوا. تمام انا دهنت الكيس هنا طبعا دهنة زيت. وهنا كنت صبيت الخليط بتاعي كله بعد ما حطيت فيه اللي هو جوز هنا الزبيب، اللهم صل على النبي يا ربي. وبعدين بصوا دهنا الكيس كله انا زيت عشان لما اجي احط الطبقة. طبعا انا هنا دهنا الكيس كله زيت عشان لما اجي اغطيه لازم اغطيه عشان وشه مش ينشف ويعمل طبقة ناشفة كده. دهنها طبقة زيت. طبعا باجي احطها كده واغطيها بحيث ما ينشفش معايا. اسيبه. بصوا المفروض نعمل لو عملناه بالليل تاني يوم الصبح نقطعه ونطلعه. بس طبعا هتشوفوا في الفيديو. لو في اطفال بصوا مش بيستعجلوا على حاجة. فانا طبعا اديت له ساعتين بالظبط وطلعناه قطعناه. هنشوف مع بعضنا دلوقتي النتيجة ازاي. خلصنا كده هنغطي الوش. بصوا بحاول يعني اني انا اغطيه عشان يطلع متساوي، ما يطلعش فيه بصوا حاجات كده مش متساوية. شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لكم هنا لايكات 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 ما تنسوش. شايفين كده؟ هنحطه التلاجة. هنا طلع. بصوا بعد ما خدت ساعتين ده طبعا نشا، معلقتين نشا ومعلقة سكر بودرة. عندك جوز هند حطيها. هنا طلعته طبعا. بصوا هنطلعه هنقلبه في الصينية دي. بصوا ازاي هيطلع معايا بكل سهولة. مش هحتاج ان انا استخدم سكين او اي حاجة عشان ان انا اطلع. دهنة الزيت كده عملت لي طبقة عازلة ان هو اللهم صل على النبي يشبك كده في الكيس او يمسك في الكيس. شايفين؟ شايفين ازاي؟ بصوا بكل سهولة ازاي، بس الكاميرا مش كانت جايبة كويس. بصوا. شايفين؟ شايفين ازاي؟ ومفيش ولا حاجة في الكيس. شايفين ادي الكيس نظيف خالص ازاي، مفيش غير الاطراف اللي من الجناب. بصوا ازاي. يلا صلوا بينا على النبي بالله عليكم. عفوا. هنا طبعا هجيب نشا واحطه على وشه بحيث يتقطع معايا بكل سهوله وما يشبهش معايا في السكين
زي ما انتوا شايفين كده. حتى السكين اللي هقطع بيها هحاول ادهنها كلها كده بنشا. تمام لغايه هنا. لايكات لو وصلت لهنا، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلتي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بحاول اوصلنا. اشوف بصي التقطيع ده على حسب ما انت عايزاه. عايزه قطع صغنطوطه، قطع كبيره، مثلثات. يعني بصي دي حاجه ذوقيات على حسب ما انت عايز. انا هنا قطعته مربعات. ايه رايكم لغايه هنا؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات ايه. شايفين؟ صلوا بينا على النبي يا جماعه، بالله عليكم لايكات كتير للفيديوهات، انا بتعب فيها جامد. وما تزعلوش مني لو الطرق كلها بسيطه، يعني كل واحد وامكانياته، والحمد لله على كل حال طبعا. بس حاجه زي كده بتفرحي اولادك بيها، وانت بتفرحي بيها. وزي ما نقول حاجه كده سكريات وحلوه كده، يعني لو انت محتاجه انت تاكلي حاجه حلوه وفي نفس الوقت بسيطه. ودي بتتباع غاليه جدا بره، يعني لو انت نفذتيها في البيت حاجه جميله جدا. طبعا هنا بنحاول ان احنا نقلب اللي هو اسمه ايه ده، القطع في النشا، بحيث ان هي ما تمسكش من في بعضيها. هنا طبعا بوريكم الطبق، حطيت عليه رشة نشا زي ما انتوا شفتوا. بحاول هنا طبعا اقلب القطع مكان السكين، بحاول احط لها نشا عشان تبقى كده كويسه. يعني بصوا ما تبقاش بتلبك في الايد انت وماسكاها، تبقى متغلفه كلها وفي نفس الوقت ما تنشفش، تبقى متغلفه كلها بالنشا. وصلت لهنا يا حلوه؟ ايه رايك بقى؟ يلا قولي لي في الكومنتات الطريقه بتاعتي حلوه وعجبتكم وصح كده ولا ايه؟ ولو حد بيعملها بطريقه تانية يا ريت يقول لي في الكومنتات، احنا كلنا بنتعلم من بعضينا. مستنيه رايكم في الكومنتات بالله عليكم. هنخلص كل الكميه دي كلها طبعا بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله، يعني المقدار اللي انا قلته في الاول جاب معايا قطع كتير. يعني لو انت كترت الكميه هيجيب معاكي كميات اكبر من كده. وممكن متاحه عندك ان انت مثلا تخلطي بالوان، يبقى معاكي ابيض، احمر، اصفر، على حسب ما يعني ما اطفالك بيحبوا. بس للاسف انا مش كان متوفر ما عندي اللي هي اني انا اخلط الوان وكده يعني. ايه رايك لغايه هنا؟ صلي بينا على النبي بالله عليكي، ارفعي الفيديو باللايكات والكومنتات. يعني نفسي قناتي تتشاف كده، وعلى الاقل يعني تتعدي الشروط. بالله عليكم جبرا للخواطر ارفعوا القناة بحيث ان هي تتعدي الشروط معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وترزقنا بها السعادة في الدارين. شايفين يا حبايبي وصلنا لهنا؟ ايه رأيكم؟ وطبعا عايزة رأيكم ان الفيديوهات بتاعتي طويلة ولا قصيرة؟ لو بتتضايقوا منها ممكن نخليها يعني وسط كده. ايه رأيكم؟ رأيكم يهمني في الكومنتات يا احلى متابعين. خلصنا هنا خلاص، جربنا نخلص كل الكمية. طبعا بعد ما تقطعيه برضو لو انت حابة تحطيها في التلاجة عادي، لو انت حابة تاكليها بالطريقة دي برضو عادي، بالهنا والشفا يا ربي. يا رب طريقتي تعجبكم كده، وان شاء الله تجربوها وتكون طريقة جميلة جدا معاكم يا رب. هنا طبعا خلصنا كل الكمية، باقي قطعة بنفس الطريقة. ايه رأيكم؟ لو وصلت لهنا رأيك في الكومنت يهمني، واللايك بتاعك ينور الفيديو وينور قناتي يا رب. تمام لحد هنا، اتمنى ان طريقتي تكون عجبتكم كده وتنال اعجابكم ورضاكم يا رب. متنسونيش باللايك والاشتراك والتعليق. طبعا هنا اسيبكم اترككم في رعاية الله. ربنا يبارك فيكم جميعا كده يا رب. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنتات كده جميلة جدا منكم يا رب. طبعا اسيبكم هنا مع التوتال النهائي. يلا بقى رأيك في الكومنت ايه؟ طريقتي حلوة ولا لا؟ هسيبكم هنا مع الصور. طبعا هنشوف مع بعضينا ازاي هنفتح واحدة هنا مع بعضينا. شوفوا ازاي. ما تنسوش ان دي ساعتين بس، يعني لو خدت ليلة كاملة كان طلعت اجمد من كده واحلى من كده بكتير.
جربوا طريقتي بس انتظروا عليها ليلة كاملة. جربوا طريقتي ومش هتندموا، وان شاء الله كده هتطلع جميلة وطعمها جميلة جدا معاكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم كده يا رب، ويجبركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. جبر الله خاطركم جميعا كما جبرتم خاطري. اترككم في رعاية الله.